اهلا بيكم حبايبي في قناه فطور وغداء. النهارده هنعمل مع بعض طريقه العدس بباميه، طريقه حلوه جدا وفيها تكه جديده جدا جدا. يلا بينا نبدا بسم الله ونشوف ايه الطريقه. اول خطوه هضيف السمنه وعليها البصل متقطع مكعبات صغيره، وهستنى لغايه ما البصل يصفر. هضيف عليهم حبه ملح وحبه فلفل اسود. خلاص كده البصل اصفر. هضيف الطماطم ضربتها في الخلاط وصفيتها كويس جدا. لكل ربع كيلو عدس اصفر نص كيلو طماطم، لو 8 كيلو عدس ربع كيلو طماطم. انا كان عندي شوربه في الفريزر ضفتها فيها، والخطوه دي اختياري مش اجباري. هضيف دلوقتي نص معلقه كمون. اول ما الطماطم تبتدي تغلي هضيف العدس بعد ما اغسله، تبقى الميه بتاعته شفافه زي ما انتم شايفين كده، وهضيف العدس كله. اول ما هضيف العدس هفضل اقلب فيه كده علشان ما يلزقش، وهسيبه بقى يغلي على نار عاليه لغايه ما العدس يستوي خالص. لازم تقلبوا فيه كل شويه علشان ما يلزقش من تحت ويتحرق. خلاص كده العدس استوى، هسيبه لما يبرد خالص وبعد كده هضربه في الخلاط. خلاص كده انا ضربته في الخلاط. هضيفه بقى في الحله تاني على النار، واول ما يغلي هضيف الباميه على طول، سواء لسه طازه او مخزناها في الفريزر عادي جدا ما فيهاش اي مشكله. خلاص الباميه اهي داخله على سوا. اول ما ابتدت تطيب رحت مهديه النار عليها خالص. ويلا بقى نشوف هنعمل خطوه مهمه جدا جدا. في طاسه هنضيف معلقه زبده، وهنضيف معلقه كبيره توم، هفضل بقى اقلب فيها لغايه اما الثوم يبتدي يصفر. اول ما الثوم يبتدي يصفر هضيف معلقه صغيره كزبره. انا ضفتها ليه دلوقتي ما ضفتهاش اول ما ضفت الثوم؟ لان انا مخليه الكزبره محمصه، لو ضفتها في الاول كانت هتتحرق. هضيف دلوقتي الثوم على الباميه، على العدس الباميه. الخطوه دي تحفه جدا يا جماعه، احسن من البصل بكتير. جربوها وهتعجبكم جدا جدا. ادي يا حبايبي العدس بالباميه بطريقه حلوه جدا. جربوها على طريقتي وان شاء الله هيعجبكم جدا جدا. طعمه خرافه وريحته كانت قلب الدنيا. بألف هنا وشفا. مع السلامه.